الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمرين إن شاء الله في شرح والتعليق على قانون الإيجارات القديم بما فيه من مساوئ وفيه ظلم للمالك وإهدار حقوق الدولة. وقلنا إن قانون الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستورية العليا ما رفع الإحراج عن الحكومة ومجلس النواب، أصبح مطالب مجلس النواب إن هو يصدر تشريع جديد لتعديل الحكم بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية. وقال هو هينظر القانون كله سواء كانت وحدات سكنية أو وحدات تجارية، وتعهد وقال لك إحنا مش هنسيب الأجيال أو الجيل اللي هيجي بعد كده. طلع مستأجرين، بعض المستأجرين عايزين يحلوا وناس محترمة وعايزين يحلوا، في مستأجرين تانيين مش عايزين يحلوا، قاعدين يقول لك لا احنا دافعين حق الشقة، احنا دافعين خلو، انا وضبت الشقة، انا حاجات. انت وضبت شقة بتدفع كام ايجار؟ بتدفع 4 جنيه او 2 جنيه او جنيه او 5 جنيه او 6 جنيه، ومساحتك قد ايه؟ واستفاد من الشقة انت مين؟ هل انت مستأجر اصلي او ورثة؟ في مستأجرين اصليين موجودين، الناس اللي هم خدوا سنة 90 سنة 95 وكده موجودين، ربنا يديهم الصحة. بس المبررات اللي هم بيقولوها غير كافية، ما عوضتش ولا تعوض المالك عن ما اتحرم منه من ملكه واهدار حق الملكية ليه، واصبح مش مالك ويعامل بطريقة اخرج بره، انا هبعت لك فلوسك على كذا على المحكمة. انت مالكش حاجة هنا. طب مين اللي قاعد ده يا جماعة؟ انا مالك، ده محلي، مين اللي قاعد في المحل ده؟ انت مالك، انت مالكش غير ايجار، اخرج بره. عنده عمارة مش قادر يخشها، السكان ما هم لازم يتحدوا مع بعض، مستأجرين وقفوا ضده، وبالعكس ده راحوا بعد كده ايام الخلوات واللي يقول لك هو خد خلو ورجل ويروحوا يشهدوا عليه بالباطل لبعض المستأجرين. املاك تهلكت، شقق مغلقة، هو مش لاقي شقة لابنه وعنده عمارة فيها 3 4 شقق مغلقين، واصحابها مهاجرين بره. تعرف المهاجرين بره دولت لو ما يجوا مصر وهم قافلين الشقه اللي ابوه كان واخدها ولا امه كانت واخداها، مش هيعرف مكانها فين. نسي بس مش هيسيبها. اللي ربنا كرمه وبنى عماره واشترى فيلا ومش عارف، انت ساكن في حته وقافل الشقه ومش عايز يسيبها، اللي مربي فيها قطط وحيوانات، وناس بتتكلم والله قالوا لي الكلام دوت وعلقوا معايا على التعليقات دي، اللي بيربي فيها خرفان وكده يعني وحمام وحارم المالك من الشقة. الست اللي مالكة وقاعدة في السطح وعندها في كل دور مثلا شقة مغلقة مش قادرة تطلع، ما بتنزلش، عشان لو نزلت مش تقدر تطلع تاني الدور الرابع، ومحرومة من ملكها وهي قاعدة على السطح وملكها مغلق ب5 جنيه. الناس اتكلمت قالوا كده ما ينفعش وكده حرام. مكان غير المستأجرين اللي هم متمسكين بالباطل. السيد الرئيس قال دي أزمة، الأزهر قال لك لا ما ينفعش، كنيسة، رجال الدين، الكلام ده كله معاد وقلناه وهنقوله. ما هو ما قلتش الموضوع عشان واحد يقول ما تقعدش جديد لا، هو موضوع حكم المحكمة أرفع الحرج ولازم يصدر تشريع من مجلس النواب. وقلنا مشروع الحكومة لم يتقدم، الحكومة ما قدمتش لسه مشروع لمين؟ مجلس النواب. إنما مجلس النواب عنده الدراسات وعنده كل حاجة وكل حاجة، وعنده الإحصاء وعنده الشقق المغلقة قد إيه والمقفولة قد إيه والوحدات التجارية قد إيه. كل ده مركز الإحصاء جاب له إحصاء بهذه الوحدات التي تخضع لقانون الإيجار القديم. مجلس النواب هي موضوع شائك جدا، بس أنا بقول سوف يذكر التاريخ أن هذا المجلس هو الذي تصدى
تعديل قانون إيجار أماكن القضيب. إحنا كنا عايزين إلغائه، هيقول لك لأ ده مفيش حاجة اسمها إلغاء، ده عشان في حاجة اسمها امتداد. إحنا عايزين إلغاء القانون. والناس العاديين جدا بيقول لك ده مش قرآن، ده مش قرآن، عشان ما مفيش حد يجي جنبه، مع احترام الحكم المحكمة الدستورية العليا وملزم للدولة وملزم، إنما قانون فيه عيب وفيه ضرر يبقى يتلغي على طول. إنما طيور الظلام والخفافيش والناس القديمة والجديدة مستفيدين من القانون، واللي عايز يشتري العمارة واللي عايز يشتري العقار من الراجل الغلبان المالك أو ورثة المالك عشان ما بيجيبش إيجار يقول له هتاخد إيه؟ واحد بيقول له الإيجار، قال له يا عم خد لك 3000 جنيه في الشقة ولا كام؟ 3000 جنيه في شقة، بدل ما أنت بتاخد كل شهر 2 جنيه. ممكن أبو 3000 جنيه الراجل محتاج، عايز يجيب علاج، عايز يعني محتاج فلوس، وراجل مالك ما خدش على الإهانة، أبوه اشترى وجده اشترى وبنوا عشان يشوف حياة كريمة، بس للأسف جه قانون ثبت القيمة الإيجارية، الدنيا غليت، الدنيا ارتفعت، أسعار ارتفعت، ما عدا قانون إيجار. في كل دول العالم القانون غلي، الإيجارات غليت في كل، ما هي الدنيا كده في كل دول إلا في مصر. كان في ظروف استثنائية والظروف مشيت خلاص، لازم يشال القانون، الظروف اتغيرت، يتعدل القانون أو يتلغي. المهم بطمن الناس وبقول مجلس النواب مصمم على إصدار هذا القانون وهذا التشريع، وحدات سكنية وتجارية، وبشدد على الوحدات التجارية اللي كان هتطبق القانون لأشخاص الاعتبارية مع الوحدات التجارية كنا خلصنا وكانت الناس خدت حقوقها. إنما بعد الخوف من بعض، الناس عارفة كل حاجة، عارفة مين في مجلس النواب اللي عطل إصدار قانون الوحدات التجارية، تعديل قانون الوحدات التجارية من المحلات القديمة. الناس عارفة مين هو النائب ده ومين ده النائب ده اللي عمل إيه وده عمل إيه وده عمل إيه وعنده إيه وعنده، ده بيجيبوا الأملاك بتاعتهم ومصلحتهم إيه إن هم يعملوا كده. الناس بتفهم، وفي أسلوب تواصل مع كل العالم، بيتواصلوا مع أي حاجة. الناس بدأت، الملاك من كتر المعاناة نحدوا في الصخر عشان ياخدوا حقهم، وجات لهم قبلة زي ما بقول قبلة الحياة من سيد الرئيس، وبعد كده قبلة الأمل من مجلس من حكم المحكمة الدستورية العليا. خلاص نديهم مجلس النواب، اديهم قبلة بقى انتوا ان ياخدوا أملاكهم ويردوا كرامتهم، هم أولى بأملاكهم وهم اللي يحددوا القيمة الإيجارية. ما فيش حد يحدد القيمة الإيجارية، إذا كنت الحكومة هتحدد عشان وقت معين وزي ما قالت الحكم المحكمة ما يقعدش تحت رحمة المالك، لا احنا عايزين السعر السوقي، اديني السعر السوقي، اديني يا عم 3/4. لو اديتني النص الناس كلها هتمشي وهتسيب، ان دول عندهم اماكن. اللي مأجر شقة قانون قديم عنده عمارة وعنده 2، اللي مأجر قانون قديم وعنده شقة واخد شقة إسكان اجتماعي وشقة كذا وشقة كذا باسم مراته واسم ابنه ومأجرها ب5 6000 جنيه وهو قاعد ب3 جنيه و2 جنيه. في ظلم وقع على الملاك، يبقى لازم الدولة تتدخل وترفع الظلم دوت. الدولة خسرت، السيد رئيس الجمهورية بيقول لكم أنا الدولة خسرت بسبب هذا القانون، إنما المتمسك بيه عشان ليه مصلحة وليه هدف. إن شاء الله خير وكل حاجة هترجع لأصحابها. وبقول للملاك مشواركم طويل لسه، اتكلموا وعبروا عن رأيكم بالقانون، اتكلموا وقولوا رأيكم وما تسكتوش. أنا مش تحريض، أنا بقول علق بالقانون. ليك حق قول أنا عايز حق كذا كذا، ليك اقتراح قول أنا بقترح كذا كذا، أنا عايز الإيجار يزيد بالطريقة كذا، أنا عايز الشقق المغلقة تجري بطريقة كذا. من حقك، أنت المضرور وأنت اللي ترفع الضرر عن نفسك بالطريقة التي تراها.
وتعرضها، والله الناس المسؤولة لقت الكلام ده معقول انت هتديهولك. انما ما يجيليش واحد مستعجل يقول لي احنا مش هنطلع على جثثنا، احنا ده عشم ابليس في الجنة، ده مش عارف ده وحاجات. قاعد هو بقى متهني بيدفع 3 4 جنيه، والمالك ابنه مش لاقي ياكل، ولا هو ولا ابنه. الملاك ورثة الملاك، اللي مالك واللي عايز يجوز ابنه مش لاقي، ولا يجوز بنته مش لاقي، وعنده عمارة فيها كذا شقة فاضية، وعنده عمارتين فيها كذا شقة فاضية. قيمة العقار ب 200 مليون جنيه، يلم 200 جنيه في الشهر. يرضي مين دوت؟ ملاك ساووا الإيجار عشان بيقول لك بروح أجيب بدفع أكتر، فمش عايز إيجار. فهم افتكروا إن هم ملاك المستأجرين، بعض المستأجرين، وعشان كده بتحصل المشاكل ديت. فعشان كده احنا بنقول، احنا يا مجلس يا نواب عايزين قانون. عضو مجلس نواب بارز بيقول الكلام دوت، وبيقول ان الموضوع شائك. عضو في لجنة الإسكان بيقول الموضوع مش سهل. احنا عارفين الموضوع مش سهل، بس انتوا عندكم الدراسات، وحاجة اترمت عليكم لازم تحلوها. هتحلوها بما يرضي الله، عشان في عليكم مراقب ربنا الأول، ثم بعد كده السيادة رئيس الجمهورية. افرضوا عملتوا قانون ما عجبش حد، ما السيد رئيس الجمهورية مش هيوافق عليه، عشان السيد الرئيس قال لك عايز احل الازمه. انتوا اديتوا حلول. مثلا الناس اللي هي متخوفه من مجلس النواب، بيقول لهم مصالح، ما لهمش مصالح، ده هم اغلبهم لا، فيهم ملاك وفيهم مستاجرين، بس هم هيشتغلوا لوجه الله، وده اللي نامله باذن الله. عضو مجلس نواب بيقول، عشان نخش في موضوعنا، قال ان قانون الايجار القديم اصبح من القضايا الشائكه التي تحتاج إلى حلول عاجلة تلبي احتياجات المواطنين لحفظ حقوق المالك والمستأجر. احنا عايزين حق الاثنين، مش عايزين على حد سواء. كما أن المماطلة يا مجلس يا نواب، ده عضو منكم بيقول، كما أن المماطلة في تعديل القانون يمكن أن يؤدي إلى تفاقم المشكلات المتعلقة بالعلاقات بين المالك والمستأجر. هي العلاقات زي الزفت بين المالك والمستأجر. هتزيد أكتر من كده يا سيادة النائب؟ ما نعرفش. بين المالك والمستأجرين، بين الملاك والمستأجرين. ونعمل حاليا إلى تقديم تشريع عادل يحقق العدالة بين الطرفين. وأضاف إن المضي قدما في مناقشة القانون القديم يتطلب توافقا بين جميع الجهات المعنية، بما في ذلك الحكومة والمالك والمستأجر، من أجل التوصل إلى صيغة تلبي مصالح الجميع. وعايزين مصلحة للدولة. إحنا كملاك عايزين مصلحة للدولة برضه، والمستأجرين لازم يطلبوا كده. اللي عنده شقة مغلقة ويسلمها للمالك، ما المالك لا هيبيع أو يشتري. الدولة هتستفاد بضريبة عقارية وضريبة بيع، الضرايب اللي هي بتفرضها على البيع والكلام ده، ضريبات عقارية. فبتضيعوا حق للملاك اللي هم حقهم أهدر، والمحكمة قالت كده، والدولة هتستفيد. والمستأجرين أو الناس يعني اللي هم هيستأجروا بعد كده، أنا عايز شقة لابني، عايز شقة لبنتي، عايز أأجر، هلاقي شقق، وهلاقي شقق بأسعار مناسبة. هننزع الخوف من الملاك اللي عنده عمارة وبناها ويقول لك لا أنا مش يا عم مش هأجر، أنا هبيع بس. إنما لما يلاقي إن المالك ملكه رجع له وخد حقه من الملك بتاعه، هيأجر. الأسعار هتنخفض شوية، مش يبقى فيه غلو في الإيجار ولا فيه غلو في البيع. مشكلة شائكة كما يقول عضو مجلس النواب. إنما بإذن الله سوف يتم تشريع، بإذن الله يصدر تشريع من مجلس النواب يلبي مطالب الطرفين، الملك على كلامه هو المالك والمستاجر. وبإذن الله يكون في تشريع عادل يحقق العدالة بين الطرفين. وأضاف أهم حاجة،
وأضاف أن المضي قدما في مناقشة القانون القديم يتطلب توافقا بين جميع الجهات المعنية بما في ذلك الحكومة. نقول للحكومة همكوا شوية، أنا عارف إن أنتوا مش يعني السيد الرئيس قال كلام وأنتوا منظومة واحدة إن شاء الله، وهتصدروا هتسلموا مجلس النواب مشروع قانون تعديل قانون الإيجار القديم بما يحقق العدالة للملاك ورجوع الحق لأصحابه. والله أنت بقى إذا كنت أنا بقولها تاني مستأجر مش قادر على القيمة الإيجارية، الدولة هتتكفل بيك. العقارات الآلية للسوق قانون قديم هيدوك فترة عشان تسيب الشقة وتمشي، برضو الدولة هتوفر لك. الشقق المغلقة ترجع للملاك. المحلات فترة انتقالية مع زيادة القيمة الإيجارية وتعود المحلات إلى أصحابها. دول اللي كسبوا. الوحدات التجارية تكسب بسعر اليوم غير الوحدات السكنية. اللي عنده سكن يعني ما كسبش، إنما قاعد فيه ببلاش، قاعد بيساوم المالك عشان ياخدها منه بسعر بخس وبسعر يعني مش سعر الحقيقي عشان الإيجار قليل. عايزين عدالة وإنجاز وتنفيذ بإذن الله من الحكومة، إن هي بإذن الله إن شاء الله تيجي يعني تقدم المشروع لمجلس النواب ويكون مشروع كامل متكامل يخص الوحدات السكنية والوحدات التجارية. وشكرا.